خطير. ايوه بدلع نفسي ومتدلع انا بطير، مش بخلي في نفسي حاجة وحكاياتي كتير. بحب نفسي. مساء الخير اصحابي الصغيرين في كل مكان، اهلا بيكم في برنامج قصايص ميرو يذاع حصريا على قناة صوت الامل الدولية. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين، النهاردة حلقة مميزة، حلقة جميلة، حلقة هنتعلم منها حاجات كتير قوي. تابعوني لاخر الحلقة، تعالوا معايا نشوف هنقول النهاردة. اخيرا بنات العمارة اللي انا تعبت فيها جدا. الله عليك يا بنت يا أنا. يا أنا تيجي نلعب مع بعض يا أنا. أنا آسف يا أنا، ما أقصدش. يا اخي انا ما بحبكش، انت ما بتشوفش. انا مش عايزه العب معاك، امشي من وشي. أنا كنتش قصدي إن أنا أوقفك. انا كده ما بحبكش، ممكن تمشي من وشي، انا مش عايزه العب معاك. أنت زعلانة عشان بوظت العمارة. أنا آسف يا أنا. امشي يا دبدوب. دبدوب ما بيفهمش، جاي بيبوظ لي العماره اللي انا بنيت فيها بقالي ساعه. وقال ايه؟ جاي بيقول لي اسف. هصرفها فين انا اسف انا دي؟ يوأنا يوه يا نساك انت التانية. ازيك يا يوأنا؟ الحمد لله. انا جايه اعتذر لك يا يوأنا، العقد اللي انا خدته منك في الكنيسه اتقطع مني. انت كمان قطعتي لي العقد، وكمان دبدوب بوظ لي العماره. ليه انتوا ما بتفهموش؟ انا اسفه يا يوأنا. هصرفها فين اسفه؟ انتوا الاتنين جايين بتقولوا لي اسف، اعمل بيها اسف انا ايه؟ في ايه يا يوأنا؟ مالك متعصبه علينا كده ليه؟ وخليتي دبدوب طالع يعيط ودلوقتي تشخطي فيا. ايه يعني العقد اتقطع ولا العماره وقعت يعني؟ ايه ده انت بتعملي ازاي كده ليه؟ انت كمان بتبجح وانت اللي غلطانه. امشي من وشي يا سمسمه، مش عايزه العب معاكي نهائي. ولا انا عايزه العب معاكي خالص. يلا ايه يعني؟ ايه ده انت؟ ايه ده؟ لا لا ايه ده؟ في ايه يا أن؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا سامعاكي بتزعقي وغضبانه وحاجات بتتكسر. في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ بصي يا ماما، انا بقالي ساعه ببني في العماره ودبدوب جاي بيوقعها لي، وفي الاخر جاي بيقول لي انا اسف. وحتى سمسمه جايبه السلسله العزيزه عليا وبتقول لي معلش يا انا قطعتها لك، وفي الاخر جايه بتقول لي انا اسفه. وفي الاخر لما جيت اكلمها بتقول لي انت قللتي الذوق. طب ممكن يا أن تهدي شويه علشان نعرف نفكر؟ اول حاجه هقولك على تدريب صغنن لما بتكوني غضبانه تعمليه، والكلام ده لاصحابنا اللي شايفيننا دلوقتي. لما تكوني غضبانه قوي ما تتكلميش، خدي نفس، طلعي صوابعك كده وعدي. كل ما تطلعي نفس عدي 1 2 3 4 5. هوريك ازاي وتعمليه زي يا أنا. 1 2 3 4 5. تعالي يا أنا اعملي التمرين ده الأول واهدي، بعد كده نحل المشكلة. ممكن؟ حاضر يا ماما. 1 2 3 4 5. برافو يا أنا. تاني حاجة يا أنا، خدي الطبق ده اكسريه، اسفة ارميه. ايه ده؟ بس ليه يا ماما؟ الطبق غالي وهيتكسر. جربي. تمام. حصل له ايه؟ اتكسر. طيب بعد اذنك يا أنا، ممكن تروحي ترجعي لي الطبق اللي اتكسر ده وترجعه لي زي ما كان؟ ايه ده؟ ازاي يا ماما؟ مش هينفع طبعا، ليه؟ علشان خلاص هو اتكسر. ده موضوع النهارده يا أنا، واللي انا عايزه افهمهولك. بس قبل ما احكي لك انا قصدي ايه في كل اللي انا عملته، لازم تتصلي بصحابك وتعتذري لهم. وكمان سمسمه غلطانه، لازم تسمع معانا اللي هحكيه، وتعرفي ان وقت الغضب في حاجات بنقولها وبنجرح بيها اصحابنا من غير ما هم ياخدوا بالهم. في حاجات يا أنا بنقولها لاصحابنا مش بنحس ازاي هي بتوجع، وبنجرحهم. مش بس بنجرحهم في وقت غضبنا، ده كمان في حاجات بتقسم جواهم قلبهم وتجرحهم جامد، ولما تيجي تصالحيهم ما بينفعش. حتى لو هما قبلوا اعتذارك يا يوأنا، بس بيبقوا موجوعين قوي من جوه، مكسورين زي الطبق اللي اتكسر ده. ما ينفعش ان احنا نرجعه زي ما كان. خلينا نحاول يا أنا نصلح حاجة من اللي احنا عملناه،
واول حاجه لازم اصحابك يجوا تعتذري لهم، ويجوا كمان علشان يرحبوا باصحابنا الصغيرين اللي بعت صورهم النهارده في الحلقه. وكمان معانا اصحاب تانيين متابعين لحلقاتنا كانوا رحبنا بيهم قبل كده وقالوا ان هم عايزين يظهروا تاني معانا في الحلقه. احنا رحبنا بده جدا جدا. فلو سمحتي يا انا حاولي تفكري كويس، اتفضلي اتصلي باصحابك واعتذري لهم. انا اسفه يا ماما، واسفه يا دبدوب ان انا زعلتك. اتصلي بيهم واعتذري لهم. خلاص ماشي يا ماما. الو الو، الو يا دبدوب، عامل ايه؟ انا كويس يا أنا. انا عارفه انك زعلان مني يا دبدوب، انا اسفه. عادي يا أنا، انت عارفه ان انا بحبك، ما حصلش حاجه، انا مش زعلان منك يا أنا. واحنا كمان بنحبك يا دبدوب. لو انت مش زعلان مني بجد تعالى رحب باصحابنا الحلوين. اكيد يا أنا، انت عارفه ان انا بحب الحلقه وبحب اصحابنا، صدقيني انا جاي ومش زعلان منك. خلاص دلوقتي انا هكلم سمسمة. الو الو، الو يا سمسمة، عاملة ايه؟ انا كويس. انا عارفة يا سمسمة انك زعلانة مني، انا اسفة متزعليش مني. انا كمان يا انا مش قصدي ان انا اقطعها صدقيني، بس انت لما اتعصبت عليا خليتيني اتضايقت منك. انا اسفه يا انا، مش قصدي ان انا اضايقك انا كمان. لا عادي ولا يهمك يا سمسمة. طب تعالي بقى دلوقتي عشان دبدوب جاي وهترحبوا باصحابنا الحلوين. بجد؟ خلاص انا مش زعلانه وحقك عليا يا انا هاجي بسرعه عشان احضر الحلقه. خلاص ماشي يا سمسمة، باي باي يا انا. باي. انا مبسوطه يا ولاد ان انتوا اعتذرتوا لبعض وعرفتوا بغلطكم. احنا وارد ان احنا نزعل ونتعصب، ربنا عارف ان احنا بشر وممكن نغلط، ولكن الكتاب قال لنا اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم. افسس 4:26. معناها ايه يا ولاد؟ معناها ان لو خلاص حبكت قوي قوي وهتعصب احاول ان انا اتمالك نفسي، ما اقولش كلام يا ولاد يجرح اللي قدامي، لان وقتها الكلمه اللي هتطلع تجرح اللي قدامي مش هعرف ارجعها تاني. خلاص طلعت وقسمت جواي حاجه هتفضل على طول جواي موجوع منها. اصحابي الصغيرين، قبل ما ابدا الحدوته اللي هحكيها لكم النهارده تعالوا معايا نرحب بضيوفنا الصغيرين. انا النهارده برحب باجمل واصغر طفل عيد ميلاده يوم 9/1 الشهر اللي احنا فيه دلوقتي، اسمه اندراوس ثروت اسعد من اهل السودان. عايزه اقول له منور الحلقه، وعايزه اوصل تحيه كبيره قوي 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 للبشمهندس الجميل الاستاذ ثروت اسعد على محبته لينا. عايزه اقول لكم يا ولاد ان البشمهندس ثروت فرحان قوي قوي بالحاجات اللي احنا بنقدمها في الحلقه، وكمان هو هيقدم لنا حاجات حلوه قوي، اغاني اطفال وترانيم اطفال. هو هيقوم بالموسيقى والحاجات الحلوه هيعملها لنا في الاستوديو. ومن قلب الحلقه يا ولاد احنا كلنا بنشكره وبنقول له شكرا جدا جدا جدا. وعن قريب يا ولاد هنسمع حاجات حلوه من اعمال البشمهندس ثروت. شكرا خالص وتحيه كبيره للبشمهندس ثروت اسعد وكل اهل السودان. نورتوني ونورت حلقتنا يا اندراوس ثروت اسعد. برحب يا ولاد كمان بالطفل الجميل كراس باسم مكرم من بني سويف. كراس يا ولاد كان بيتابع حلقاتنا على طول واحنا ما نعرفش، حابين نقول له منور الحلقه يا كراس. تحيه كبيره للمرنم باسم مكرم، اهلا بيكم نورتوا حلقتنا المتواضعه وبرنامج أسا إسمير. وبنرحب يا ولاد بمتابعين حلقاتنا الدائمين اللي دايما بيشوفوا حلقاتنا ورحبنا بيهم قبل كده، وهم حابين ان احنا نرحب بيهم تاني لان هم فعلا بيتابعوا حلقاتنا. لوجوس مجدي خلة من العراق، وبتول مينا وإيريني مينا من العاشر من رمضان. وتحية كبيرة وسلامنا الغالي للأسيس مجدي خلة، وكمان الممثلة الجميلة والمرنمة نرمين. واحب اقول لهم منورين حلقاتنا وشكرا جدا على المتابعه الجميله وشكرا جدا على تشجيعكم. يلا دلوقتي يا ولاد صغيرين حبايبي يوأنا وسمسمه ودبدوب نسمع اللي انا عايزه اقوله النهارده، قصه بسيطه عن الغضب. يلا بينا نسمع الحدوته الجميله. القصه اللي هحكيها لكم يا ولاد بصراحه انا كنت سمعتها قبل كده وعجبتني قوي، فقلت لا انا لازم اروح احكيها لاصحابي الصغيرين. القصة يا ولاد بتقول ان كان في راجل عنده ابن صغنون،
الابن ده يا ولاد كان دايما بيزعل ويتعصب على أقل حاجة. راح باباه كان حد حكيم شوية وذكي، قال أنا لازم أعلم ابني إنه ما يغضبش، بس لو قعدت أقول له ما تزعقش وما تغضبش مش هيسمع الكلام. فراح أخده في يوم من الأيام يا ولاد الجنينة، وأخد معاه شوية مسامير، وقال لابنه شايف يا حبيبي السور بتاع الجنينة ده الخشب؟ قال له أيوة يا بابا شايفه. ماله؟ قال له خد شوية المسامير دول وخليهم على جنب، كل ما تغضب خد مسمار ودقه، كل ما تغضب وتزعل حد خد مسمار ودقه. الولد يا ولاد استغرب من كلام باباه، بس سمع الكلام وفعلا أخد حبة المسامير وحطها في كيس وحطها جوه الجنينة. وكل شوية يا ولاد يتعصب ويغضب يروح ياخد حبة مسامير كتير ويفضل يدق ويديه توجعه. تاني يوم يتعصب ويتخانق ويغضب ياخد حبة مسامير ويقعد يدق. الولد قعد يقول لنفسه لا أنا كده تعبت وكل شوية أدق، أنا لازم أحاول أمسك نفسي. وفعلا يا ولاد تاني يوم حاول يقلل المسامير شوية لأنه قلل الغضب. تالت يوم بعد ما كان بيدق 10 مرات و10 مسامير، لأنه كان بيغلط 10 مرات وكان بيغضب 10 مرات، تاني يوم بقوا 9، بعديها بقوا 8، بعديها بقوا 4، بعديها مش عارفة بقوا 3. وجي في يوم يا ولاد قال لا أنا لازم أمسك نفسي عن الغضب وبطل أغلط. فضل يا ولاد الولد يدرب نفسه إنه ما يغضبش، ما يتعصبش، ما يزعلش أصحابه، وفضل لغاية ما جه على آخر الأسبوع يا ولاد ولقي نفسه هادي جميل، مفيش حاجة بتعصبه، ما بيغضبش بسرعة، بيعرف يملك نفسه وقت الغضب، ولقي نفسه يا ولاد مش بيدق مسامير لأنه ما غضبش. طلع يجري وهو فرحان يا ولاد لباباه وقال له يا بابا يا بابا. قال له مالك حبيبي؟ قال له انا اديلي يومين يا بابا مش بدق مسامير علشان مش بغضب ولا بتعصب، انا خلاص يا بابا حرمت اغضب تاني. بصراحة يا بابا انا كانت ايديا بتوجعني وانا عمالة ادق في المسامير، بصراحة يا بابا انا خلصت السور كله بتاع الجنينة مسامير. بابا قال له برافو عليك، تعالى وريني المسامير كده. راح قال له ماشي يا بابا يلا. راح شاف شكل السور يا ولاد كله مسامير، قال له بس بأمانة يا بابا خلاص انا مش هغضب تاني ومش هزعل تاني ومش هتعصب تاني. قال له انا مبسوط منك يا حبيبي برافو عليك، هقول لك حاجة كمان. قال له قول يا بابا. قال له كل ما تعمل حاجة حلوة تعالى حوش مسمار من اللي انت دقيته. قال له بجد يا بابا؟ قال له ايوه، زي ما انت لما كنت بتغضب بتدق مسمار، لما تعمل حاجة حلوة حوش مسمار. فعلا يا ولاد فضل يعمل حاجات حلوة حلوة حلوة، كان فرحان بقى باللعبة، وراح كل يوم يحوش مسمار، كل يوم يحوش مسمارين، لغاية ما خلاص يا ولاد حاش كل ايه، كل المسامير اللي في الحيطة او اللي في السور. فراح قال لبابا يا بابا انا عملت حاجات حلوة قوي. راح يا ولاد وراه شكل السور، لقى السور يا ولاد مكان المسامير كله خروم وفتحات وحاجات شكلها غريب قوي بوظت شكل السور. فالأب قال لابنه ايه رأيك يا حبيبي، ده شكل السور كده شكله حلو؟ قال له بصراحة لا يا بابا، ده المسامير سابت أثر كبير قوي مكانها، أنا كنت فاكر إن لما أحوشها هيرجع السور زي ما كان. قال له ما ينفعش. بالظبط يا ولاد الكلمة اللي بتطلع من بقنا وبتجرح بتسيب أثر، حتى لو فضلت تقول آسف أو تعتذر، الكلمة لما بتوجع بتقسم وتسيب أثر مكانها، ما بينفعش ان احنا نعالجه. حاول يا حبيبي ان انت لما تغضب تمالك نفسك، ما ينفعش ان انت تقول كلمة تجرح، لازم نتمالك نفسنا، لازم نصلي قبل اي غضب. قولوا يا ولاد ان احنا وقت الغضب ما نقولش كلام يزعل اللي قدامنا، لان حتى بعد ما نزعل اللي قدامنا لو بيتنا نقول لهم احنا اسفين مش هنعرف نعالج الوجع او الجرح اللي هيبقى جوه قلوبهم. يا ماما برغم ان انا اعتذرت لهم لسه سايبه جواهم اثر. انا اتعلمت درس كبير قوي، ان انا وقت الغضب ما اقولش اي كلام. اصحابي الصغيرين اتمنى تكونوا استفدتوا من القصه دي، ونخلي بالنا في كل تصرفاتنا في كل كلامنا، ان احنا لما نغضب نعمل تدريب النفس ونصلي ونطلب من ربنا ان يدينا قوه ان احنا ما نقولش كلام يجرح اللي قدامنا. اصحابنا الصغيرين
اغضبوا ولا تخطئوا. اتعلموا يا ولاد نتمثل برب المجد يسوع المسيح اللي الكتاب قال عليه طويل الروح وكثير الرحمة. خلي بالك طويل، بلاش ان انت تغضب لأقل سبب. لازم يا ولاد يكون جوانا ثمار الروح القدس، محبة، سلام، فرح، طول أناة. يا ولادنا يا حلوين يا صغننين، انتوا أحلى حاجة في الحياة وأحلى حاجة عندنا. أصحابي الصغيرين، أتمنى تكون القصة عجبتكم. ودلوقتي جه ميعاد نهاية حلقتنا. أتمنى نبعت صورنا علشان نكون ضيوف البرنامج الحلقة الجاية. كانت معاكم مرسى في برنامج قصائص ميرو، يذاع حصريا على قناة صوت الأمل الدولية. هتشوفوني كل خميس الساعة 7. استنيه يا أصحابي الصغيرين إن احنا نسمع الترنيمة آخر الفيديو ونسجلها بصوتنا وتبعتوا لي صوتكم الجميل علشان أعمل لكم فيديو حلو. ودلوقتي أصحابي الصغيرين، بعد ما الحلقة خلصت، بعد ما سمعنا الحدوتة، دلوقتي أقدر أقول لكم باي باي أصحابي الصغيرين. أشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.